سي مهند، واحد من الناس المغاربه المعطلين ها هو اليوم في مسيره ديال الاحتجاج من مدينه طنطان صوب الرباط. انت اليوم متواجد في اكادير، اش يمكن لك تبين على هذه المسيره ديال السي حسن؟ اش غنقول لك، بالنسبه للمسيره انطلقت نهار الاربعاء 13 في الشهر. كانت المسيره شاقه، خصوصا المرحله ديال طنطا اكادير اللي بدت فيها 3 ايام، في حدا 3 ايام مقسمه، يعني حدا البيار، جماعه البيار، حدا جماعه راس مليل، حدا الدرك الملكي اللي كاين في طنطا تما في المصب ديال حدا واد الشبيكه، واد الدرعاء عفوا. يعني المسيره كانت شاقه كما قلت لك. وصلت للقلميم، استقبلني فرد الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان في القلميم، وكنشكرو وكنحييه من هذا المنبر هذا. من بعد كانت بالمحطه ديال بيزاكار تبت فيها ليله، من بعد لاخصاص، من بعد تيزنيت. يعني المراحل كانت صعيبه شويه، كانت شاقه، واللي غيهون عليا من هذا الحرقه ولا هذا العذاب اللي غنسميه بين قوسين هو هذا الاستقبال اللي كان ديال الفرد الجمعيه المغربيه. وبالفعل ما ننساش الحزب الاشتراكي الموحد استقبلني في بالفعل، والفرع ديال الجمعيه المغربيه هنا في تمدلول. يعني هي رساله موجهه للمعطلين بطبيعه الحال، اللي غادي نقول لهم هذه الرساله هذه بان النضال ولم الشتات والوحده هو السبيل الوحيد اللي كيبان لي انا من اجل انتزاع الحقوق. كيبان لي راه الدوله كتزحف على الحقوق صراحه، وحتى هذه المسيره راه كنحتج بها الدوله على السياسه ديالها تجاه التشغيل. وكنشكر الجميع، وكنتمنى التضامن ديال الجميع معايا والمؤازره، وتحيه للجميع. شكرا سي مهند، ونتمنى لك التوفيق، ونتمنى ان الصوت ديالك يتسمع للجهات العليا ويحققوا المطالب ديالك وديال جميع المعطلين في المغرب. لماذا؟ تحيه للمنبر ديالكم اعلامي، تحيه لكم. شكرا لك.